صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وصبح عليكم، عايزه اقول لكم صباح الفل وصباح الورد عليكم، يا رب كده تكونوا بخير يا رب. بصوا بقى يا جماعه، انا عندي الاسعار غاليه قوي. ليه بقى؟ يمكن عشان انا قاعده في منطقه يعني ايه، يعني عاليه شويه او مش عاليه شويه، يعني ايه، الاسعار فيها عاليه شويه. تمام، يعني انا بعيد عن السوق بكتير قوي. فممكن يكون مثلا المنطقه اللي انا قاعده فيها بحكم انها مثلا يعني غاليه شويه، او الاسعار فيها غاليه، فده اللي بيخليني ان انا ايه، الاسعار عندي بتبقى عاليه كده. انا عايزه اقول لكم ان الخضار ده انا جايباه من عند الخضراتي مش من السوق، لان انا قلت لكم ان السوق بعيد عني، فعشان كده ما حدش يستغرب لما اقول لكم الاسعار. يعني البتنجان ده الكيلو ب 40 جنيه، الفلفل ده الكيلو ب 40 جنيه، الطماطم ب 30 جنيه. انا هعمل مسقعه، الاكله دي انا اول مره اعملها معاكم. هنسمي الله بقى، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وهنبتدي بقى. اول حاجه انا ممكن اشوي البتنجان ده في الفرن، هولع الفرن واشويه فيه. بس انا قلت ايه يعني، لا هعمله بقى على البوتاجاز من فوق، نعمله مع بعض كده، هولع البوتاجاز وهعمله مع بعض. هعمل دبابه غنوج، وهقلي بقى بتنجان، عشان هقلي بتنجان وفلفل عشان دول هعملهم في المسقعه. في ناس بتعمل مسقعه ببطاطس كمان، بس انا لا، انا بصراحه ما حبيتهاش بالبطاطس خالص. يعني مره واحده عملتها بالبطاطس فما عجبتنيش بجد. فانا بقى هولع البوتاجاز، هنشوي دول مع بعض دلوقتي. ولع بس كده البوتاجاز، بسم الله. نشوي دي، ولع بقى البوتاجاز من الناحيه التانيه. هتبقى هنا بتنجانيه هتتشوي، والناحيه التانيه برضو واحده، ومعايا الاتنين دول هقطعهم بقى هقليهم. بسم الله. انا مش هقشرها بقى كلها، انا هعمل فيها بس ايه الحركه دي. بسم الله، بصوا كده. بسم الله. انا قطعته بقى كله بالحجم ده، ولا رفيع ولا تخين. بصي الحجم ده حلو قوي. انا عندي مصفى، هحط بقى ايه ده في المصفى كده. انا هقطع التانية كمان، بصوا كده بالشكل ده. وممكن اقطعها كمان نصين، هشوف كده وهوش، لان ما شاء الله يعني الحلقه معايا كبيره شويه. هعمل كده. هكمل بقى مع نفسي كده بقيه الكميه. حطيت تحتيها بقى الصينيه دي عشان تنزل الميه بتاعتها، لان هينزل ميه. انا بقى باقي البتنجان اهو. بصوا بقى نخليه باللون ده، يعني مش هخليه غامق قوي ولا فاتح قوي، لا هو حلو قوي كده. بصوا كده. هطلعه بقى في مصفى، بحيث برضه ان هو يصفي الزيت، مش عايزه يبقى فيه زيت خالص. انتوا عارفين البتنجان اصلا بيشرب زيت. فانا هشيل بقى كده واحده واحده، بحيث ايه اصفي الزيت كله اللي فيه. بسم الله. قلنا برضو عملت قشرت البتنجانيه دي، في فاضل واحده كمان هقشر. شويه فلفل اسود، بسم الله، مش كتير. نشيل بقى، نحط بقى البتنجان. بس البتنجان انا حاطاه بعيد عن بعض، مش حاطاه على بعضه عشان ما يشربش زيت. بسم الله. بصي بقى، انا نزلت بالبتنجان كله اهو. هوسع منه شويه. انا قاليه الفلفل ده، بس مش قاليه اللي هو درجه دبلان، لا يعني مش دبلان قوي، يعني انا عايزه فيه اللون الاخضر ده. دي قشر بتنجان. بسم الله. بصي بقى، انا هحط ايه شويه الكمون دول. انا ما حطيتهمش في الاول، ليه بقى؟ عشان الكمون ما يمررش معايا. بسم الله. بس شويه صغيرين الاول، بس كده. مش هقلب فيها بقى عشان ما ايه، البتنجان انتوا عارفين البتنجان بيتهري بسرعه، لا يعني حاجه بسيطه كده. بس كده. بصوا بقى جمال المسقعه، بتنجان بصوا والفلفل. بصي بقى يا ست الكل، انا كنت هنا
شويت 3 4 فصوص توم، انزلهم بقى هنا كده وابتدي ان انا اهرسهم بشوكه. اهرسهم كويس قوي وارجع لكم. هنحط بقى شويه كمون، بسم الله، وشويه الملح، بسم الله، والطحينه، بسم الله. حطيت بقى الطحينه، لو احتاجت هحط كمان. انا لسه هحط الزيت، بتهيألي كمان عايزه شويه، احط دول كمان. بسم الله. ياه، تعتبر ايه نص كوبايه. هقلبها بقى كويس قوي، واحط عليها بقى شويه زيت، برضو شويه زيت ذره. انا بقى ما عنديش بقدونس، لو كان عندي بقدونس كنت حطيت عودين 3 كده بقدونس، كنت فرمتهم برضو وحطيتهم عليه، لكن انا ما عنديش بقدونس. بصوا بقى المفاجاه، جبت بقدونس، نزلت ياسين جاب لي بقدونس، غسلته كويس قوي وهبتدي ان انا اقطعه. اصل ادام هنعمل بقى اكله صح، يبقى هنعمل ايه، نعمل مكوناتها كلها او نجهز مكوناتها كلها. وبعدين انا اول مره اعملها معاكم، فلازم تبقى حاجتها كلها مظبوطه. بسم الله. انا مش هكتر برضو، مش هاخد دول كلهم برضو يعني. بسم الله. هفرمهم كويس قوي، ما بحبش انا العيدان دي يعني، هاخد بس الورق وخلاص على كده، العيدان دي مش هاخدها. حلوه قوي، وطريقه حلوه وطريقه سهله و... وبس كده، خلاص كده السلطه جهزت معايا، وحاطه زيت ذره. هحط بقى البقدونس، بسم الله. ايه رايكم بقى؟ بصي بقى يا ست الكل، ده طبق البتنجان بتاعنا او سلطه البتنجان ايا كان انت بتسميه. تمام، انا شويت بقى البتنجان معاكي، وشويت 3 4 فصوص توم كبار، شويتهم قوي وهرستهم مع بعض، وحطيت عليهم شويه كمون وشويه ملح ونقطتين 3 خل، وحطيت من ربع لنص كوبايه طحينه. تمام كده، وطبعا زيت ذره، شويه زيت ذره برده، وخلاص على كده. وقطعنا بقى البقدونس، ما كانش عندي بقدونس، نزلت ابني جاب شويه بقدونس وقطعته. دلوقتي بقى ايه، يعني ههرسهم في بعض قوي، بحيث برده ان هو ايه كله يتداخل مع بعض، البقدونس بقى مع السلطه، ويبقى احلى طبق سلطه بابا غنوج. وبالهنا والشفا.